2. قضايا انتشار اللغة والثقافة الآرية. إن المقاربات التي تتخذ الثقافة والحضارة أساساً لها محدودة النطاق في التاريخ، والموجودة منها هي ذات وجهات نظر مختلفة. أما القضايا التي نسعى لتحليلها هنا فلا نطرحها بالارتكاز إلى الأسس الثقافية والحضارية، ذلك أننا مرغمون على تقييم مكان الثقافة والحضارة وزمانهما في سياق التطور الحضاري نسبة إلى مساهمتهما مع أخذ أهميتهما الحيوية بعين الاعتبار. وفي حال العكس فالتاريخ الذي بين أيدينا لن يتضمن معان أبعد من أكداس أحداث، وهذا ما يحصل غالبا. ماهية علم التاريخ المعيقة للمعرفة بدلا من أن تكون تعليمية هي على صلة وثيقة بهذه الخاصية، فسرد التاريخ على أنه محض انسكاب تعدادي متوال لظواهر مختلفة كالدين، السلالة، الملك، الحرب والقوم وغيرها. وبدلا من أن يفيد في تعليم التطور الاجتماعي فإنه يعبر عن المساعي الأيديولوجية التي تهدف إلى إسدال متعمد للستار عليها بغية إعاقة تعلمه، وترمي إلى أعداد الذاكرة المجتمعية وفق مشيئة أصحاب السلطة والاستغلال. وهذه الأنماط من السرود ليست سوى أدوات دعائية متبقية من القديم الغابر، وتستخدم بهدف تأمين الشرعية وتأسيسها على ركائز أيديولوجية بنسبة معينة قصوى. لنوسع من نطاق تحليلاتنا قليلا مع الالتزام برأينا بشأن الأسلوب ومنهج المعرفة، فإحدى الانتقادات الأخرى الموجهة إليه حول تسمية المجموعات اللغوية الثقافية الآرية هو الزعم باحتمال أن تفوح منها رائحة العنصرية، لأن هتلر أيضا استخدم المصطلح نفسه على حد زعمهم. علينا القول لأمثال هؤلاء: إن لفظ الاشتراكية أيضا موجود في اسم حزب هتلر، فهل علينا إذن التخلي عن الاشتراكية بالزعم بأنه تفوح منها رائحة العنصرية؟ بيد أن الفاشية ضليعة إلى أقصى الحدود في مساعيها الديماغوجية باستخدامها الكثير من المصطلحات العلمية والأيديولوجية بنجاح باهر. على كل حال فنحن لسنا مرغمين على التخلي عن العلم والأيديولوجيا لأنها فعلت هكذا، ومثلما أن الجنوح للنزعة القومية ذات الأصول اللغوية والثقافية الآرية لم يخطر ببالي ولو بمثقال ذرة، فإني أبين وبكل افتخار واعتزاز أني أحد الصائغين لأكثر الشروح معنى ووزنا في وجه القوموية. وإذا كنا نطلع إلى فهم الفواجع المعاشة في العراق اليوم فعلينا أولا الاعتراف بإفلاس علومنا التاريخية والاجتماعية المعمول بها حتى الآن. بعدها فقط يحق لنا الانتقاد وتقديم الاقتراحات التاريخية والسوسيولوجية الجديدة، وما نسعى لعمله هنا ليس سوى تقديم مساهمة متواضعة لفهم هذه المأساة البشرية وتجاوزها. لذا أني مضطر لتخصيص حيز ولو بالخطوط العريضة لهذا الموضوع الذي حاولت سرده بأسهاب في مرافعة من دولة الكهنة السومريين نحو الحضارة الديمقراطية. ألف: إننا نقول أنها للمجموعة اللغوية الثقافية الآرية دور في تكوين اللغة الرمزية وفي تشكيل الركيزة الأولية للبنية التحتية لثقافة جذرية. هذا أمر مرتبط بالشروط التاريخية والجغرافية، وتعبر فترة ما بين أعوام 10,000 قبل الميلاد و4,000 قبل الميلاد على وجه التقريب عن الحقبة الطويلة التي نضج فيها تمأسس هذه اللغة والثقافة، حيث اخترعت شتى أنواع الفخاريات، المحاريث الزراعية، طقوم الحيوانات، العجلات، آلات النسيج والحياكة والمطاحن اليدوية، علاوة على تمأسس الفن والدين آنذاك. أما وفرة الغلال النباتية والحيوانية فكانت سببا في الزيادة الملحوظة للتعداد السكاني. هذا ولا يقتصر الأمر على صنع الفؤوس، السكاكين، الطواحين، العجلات والأبنية المعمارية وغيرها من الآثار الفنية والدينية باستخدام الحجارة المنحوتة والمصقولة بشكل حديث فحسب، بل وتصنع من المعادن أدوات أكثر نفعا ويسرا في المرحلة المسماة بالحقبة الكالكوليتية، ولا نبرح نصادف هذه الأمثلة الجمة في راهننا أيضا. هذا وعثر في مراكز حفريات منطقة برادوست الواقعة على حواف جبال زاغروس، وفي الحفريات الجارية في جايونو، وتلك الجارية مؤخرا في كوباكلي تاباه القريبة من أورفا، على أمثلة معمارية دينية ومنازل مصنوعة من الحجارة الضخمة المنحوتة بنحو مذهل، وعلى العديد من الأدوات المصنوعة من الحجارة المعدنية والتي ثبت رجوع جميعها إلى ما قبل 11,000 عام.